في خبر حزين أعلن خلال الساعات الماضية عن وفاة صانعة المحتوى الجزائرية صابرينا، إحدى الشخصيات المعروفة على تطبيق تيك توك. وكانت صابرينا المقيمة في فرنسا من الأسماء الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. حققت شهرة واسعة من خلال مقاطعها المتنوعة التي جمعت مئات الآلاف من المتابعين على مختلف المنصات. وخلال الفترة الأخيرة نشرت مقطعا تحدثت فيه عن قرارها بارتداء الحجاب، وهو الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا ودعما من جمهورها. وفي صباح اليوم أكدت مصادر مقربة خبر وفاتها تاركة وراءها ابنة صغيرة. وأما عن سبب الوفاة فقد أشارت بعض التعليقات إلى أنها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح التفاصيل الكاملة للحادثة. وقد تفاعل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الحزن والدعاء، معبرين عن صدمتهم من رحلها المفاجئ، متمنيين لها الرحمة والمغفرة. ورغم كسر رحلتها في عالم المحتوى إلا أن صابرينا تركت أثرا طيبا في قلوب متابعيها، وكانت مصدر إلهام لكثير من الشباب ورسالة بأن الشهرة الحقيقية لا تأتي فقط من الأرقام بل من البساطة والصدق والكلمة الطيبة التي تبقى حتى بعد الرحيل.